خط رملي لازم يتشال عشان الزفاره تنتهي منه. تمام، هنفتحه كده من الظهر والراحه كده، ونشيل الخط الرملي ده بكل سهوله كده تحت الحنفيه بالظبط كده. بس كده، ده انا بنضفه بالطريقه دي. وطبعا تسيبيه شويه بشويه ليمون، تعصري نص ليمونه. هروح بقى اعملها تحت الحنفيه وبس. ده طريقه تنظيف يا بنات. متسيبوش كتير منقوع بالميه والخل وكده علشان ما يتهراش مننا. يبقى خلاص كده يا بنات، احنا نضفناه بالمنظر زي ما قلت لكم. لازم تشيلوا الخط الرملي ده. هنعمل بقى التتبيله بتاعته. خليكم معايا. هنقطع فلفل احمر. بصوا يا بنات، هنحط بقى الجمبري ده على جنب، نعمل خلطه مع بعض. جبت انا قطعت انا شويه فلفل احمر بالمنظر ده او اخضر، بس اللي يستحسن يعني اي سمك بيحب الفلفل الاحمر. قطعناه بقى بالمنظر ده. هنعصر ليمونه كبيره. انا فضلت ان اعمل في حاجه واسعه، بس واسعه عشان اوريكم. انا بعمل الخلطه دي الاول، وبعد كده بقى اقلبها كويس جدا مع بعضها، وبعد كده بحطها على الجمبري. اعصر ليمونه كامله زي ما انتم شايفين كده. تمام. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، عصرنا الليمونه. هنحط بقى الثوم بتاعنا، 4 فصوص ثوم حلوين كده كبار. زي ما انتم عارفين يا بنات، التتبيله بسم الله، الجمبري ما بياخدش سوا كتير. اهم حاجه التتبيله بتاعته عشان تديله طعم كويس. حتى لو تعمليه في مكرونه، في خلطه، في كده وصفه تعملي الجمبري بالمكرونه زي نجرسكو بالجمبري. بيبقى طعمها جميل جدا. لازم برضك تتبلي الجمبري، اي اسماك لازم تتبليها عشان تبقى طعمها كويس. تمام، ما نحطهاش كده وخلاص. يبقى احنا حاطين كده يا بنات، حطينا الفلفل الاحمر قطعناه. حطينا كمان توم، 4 فصوص توم على قد بقى الجمبري اللي انت هتعمليه. حطيت ليمون، عصرت ليمونه كامله كبيره. هنحط ملح، بس بلاش نحط ملح كتير عشان يعني حاجات بسيطه، يعني نص معلقه صغيره. تمام، عشان انت لو هتعمليه في اي وصفه، لو حطيتي ملح ونسيتي ولا حاجه ما يبقاش مالح منك قوي. تمام. ممكن نحط شويه شطه، بس حاجات بسيطه. هنحط الكمون اساسي. تمام. نحط حاجه بسيطه، كزبره ناشفه مش كتير. هنحط مع بعض بابريكا، معلقه حلوه كده عشان تديه لون كويس قوي للجمبري بتاعي. عندك توم بودره حطي، ما عندكيش مش لازم تحطي. تمام. هنقلب كويس جدا التتبيله دي مع بعض. هقلبها كويس كده.
فين كده قلبنا كويس جدا التتبيله مع بعضها مع التوابل اللي احنا حاطينها. هنحط بقى على جنب ونجيب الجمبري بتاعنا، هنحط فيه كده الخلطه بتاعتنا. تمام، ونقلب بقى كويس قوي الجمبري بالخلطه اللي احنا عاملينها كويس قوي، ونسيبه بقى بنات في التلاجة. لازم يتساب قبلها يكون متبل، يكون ساعتين 3. وبعد كده هنحطه بقى نعمله